بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. طبعا البتاع ده ايه؟ لزوم الروشنة. عاملين ايه يا جماعة الأخبار؟ طبعا احنا جبنا الكيت فلوج ده يا جماعة، جبنا الكيت فلوج ده زي ما انتم شايفين اهو. ان شاء الله تعالى هنوزع للناس بإذن الله تعالى، هنوزع 10 قطع هدايا للناس من جيبي الخاص عشان الناس تستفيد زي ما انا استفدت، لكل صناع المحتوى الرقمي اللي عايزين يعملوا محتوى كويس وناقصهم الامكانيات. طبعا بيجي معاه المايك ده، انا ما بستخدموش دلوقتي وده لان انا نسيت ان انا اركبه، فعادي بيجي معاه المايك ده وبيركب بدون اي حاجه خالص زي السماعات، يا دوبك تحطه في المايك ولا محتاج اي حاجه تانية، ولا محتاج اي اضافه ولا برنامج ولا محتاج اي بلجن ولا اكستنشن ولا اي حاجه خالص، بيشتغل على طول. تمام، ما علينا. طبعا الشال بتاع فلسطين ده انا بحبه جدا جدا جدا، فانا ركبته على الستاند اللي هحط عليه الملابس باذن الله تعالى، وقلت ان انا اطلع بالشو ده او اللوك ده لعل وعسى ان احنا نكون سبب ولو سبب صغير ان احنا نعرف الناس بالقضيه ونفكر الناس بالقضيه. طبعا الشال الفلسطيني بيرمز الى القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه. طبعا دي القضيه اللي المفروض كل المسلمين وكل العرب وكل البشر يكونوا مؤمنين بيها ومصدقين فيها وبيدافعوا عنها. بس طبعا للاسف الشديد عشان احنا دلوقتي بقت حياتنا كلها ماديه وبقت حياتنا كلها ماده، كل اللي احنا بنعمله في حياتنا ان احنا بندور على الفلوس والسلطه والشهره، ما عادش عندنا روحانيات، ما عادش عندنا حاجه اسمها دين، ولا عاد عندنا حاجه اسمها عقل، ولا عاد عندنا حاجه اسمها منطق، ولا عاد عندنا حاجه اسمها فهم، ولا عاد عندنا حاجه اسمها دين، ولا عاد عندنا حاجه اسمها انسانيه. طبعا الانسانيه عدوها اللدود، اول عدو للانسانيه هي الانانيه. العدو للانسانيه هي الانانيه. الانانيه يا جماعه، الانانيه ان كل واحد بيقول يلا نفسي، يلا انا وولادي، وساعات بقى الناس تقول لك يلا انا نفسي ويولعوا ولادي. فطبعا القضيه الفلسطينيه قضيه رقم واحد، يعني المفروض لكل مسلم ومسلمه، لكل عربي وعربيه، لكل حد في الشرق الاوسط، لكل بني ادم سواء بقى مسلم مسيحي يهودي. وايوه يا جماعه، في ناس يهود بيدعموا القضيه الفلسطينيه، لان في فرق ما بين اليهودي وفي فرق ما بين الصهيوني وفي فرق ما بين الاسرائيلي طبعا اللي هو الكيان الصهيوني يعني. بس طبعا في ايه فرق ما بين ده وده وده. تخيل بقى ان في ناس مسلمين وفي ناس عرب وفي ناس من الشرق الاوسط وفي ناس افريقيين او اسيويين وفي ناس بني ادمين وفي ناس بيقولوا على نفسهم ان هم بشر بيدعموا الكيان الصهيوني وفرحانين قوي وشمتانين جدا في اللي بيحصل لاهلنا في غزه. وللاسف الشديد الناس دول بيطلق عليهم الصهاينه العرب، الصهاينه العرب، وانتوا طبعا عارفين هم مين يعني. فاحنا مش عايزين نتكلم كتير في الموضوع ده، لا انا عايز اتكلم كتير بصراحه بس مش قادر، تعبان من جوه، تعبان جدا يا جماعه. الواحد تعبان نفسيا وجسديا بسبب اللي بيحصل وبسبب ان هو ما عندوش اي حاجه عشان يعملها خالص. ما عنديش الا القناه بتاعتي دي عشان اتكلم عليها او على حسابي على التيك توك. ربنا يكون في عون الناس اللي هناك، والله الناس هناك متبهدلين بهدلة السنين. وطبعا زي ما انت عارف ان التعريض دلوقتي بقى 24 ساعة، الناس دلوقتي بقوا بيعرضوا 24 ساعة، التعريض بقى في كل مكان وفي كل حتة. بس الشعوب، الناس العادية، الناس اللي زيي وزيك مش ساكتين، الناس عارفين اللي بيحصل، بس الناس مش تحلتها غير الدعاء والتبرع، بيدعوا وبيتبرعوا. بس في حاجة تالتة الناس ناسينها،